لقيت بلي دوك الصفات الخايبين اللي فيه غطاو على الصفات الزوينه اللي عنده، ولكن فاش ما عجبنيش هي في هذه النقطه. كاريزما ما شاء الله. سو غادي نقيمك 9/10. اوكي نقيمك انا دابا بالضبط كيتشاركوا فيها بزاف هو والياس. كنت جالس ما بيا ما عليا كنفكر في الموضوع الجاي اللي غندوي فيه، حتى وصلنا التعليق من واحد الاخ والصديق منكم، والصراحه كنشكرو بزاف هو وكاع اللي كيتفاعلوا وكيكتبوا لنا تعاليق زوينه بحالو. قدر تبان لك انت بلا راه كلمه بسيطه، ولكن والله الا حنا كتعني لينا بزاف وكتشجعنا باش نزيدو نعطيو اكثر. المهم ما علينا، اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على ما حموده ولا ما حموده. شي محمود مزيان. وفاش مشيت للشينوا ديك محمود ثقيله تيقول لي ما حموضه غتقول لي ولكن راه التعليق فيه الياس المالكي، علاش انت باغي تهضرنا على ما حموده؟ اش جاب هذا لهذاك؟ بيني وبينكم كنت شحال هادي باغي ندوي على الياس المالكي قبل كاع ما نشوف التعليق ديال الصديق ديالنا، ولكن فاش فكرت لقيت بلي دوك الصفات الخايبين اللي فيه غطاو على الصفات الزوينه اللي عنده. مع العلم راه بزاف ديال الحوايج كاينين في الياس المالكي واعرين بزاف مقارنه مع الخايبين. ماشي مرات كيتحمس حتى كيصدق داير شي حوايج ماشي حتى ليه، ولكن هادشي ما كيعنيش باللي ما غاديش نذكروا دوك الصفات الزوينه اللي فيه. لا، هذا هو اللي خلاني ندوي على محمود. ما عرفتش واش لاحظتوها ولا لا، ولكن راه كاين واحد الشبه كبير بينه وبين الياس. ما كندويش على الشكل، كندوي على الشخصيه. وما حديني تفكرتها فاش تشوفني كندوي على شي واحد عرف بالله راه كندوي على شخصيته ماشي الشكل ديالو. كما ذكرت في الفيديو السابق، الصفات اللي في الشخصيه ديال النسنس الصفات اللي غادي نذكر اليوم مختلفين تماما. يعني راه كاين اختلاف بين محمود وبالنسنس، ولكن كاين واحد الصفه كيتشاركوا فيها كاملين. ما علينا، انت غير تبع الفيديو حتى الاخر راك غتفهم كلشي. واول صفه كتبان لي واعره في محمود هي ما عندوش المشكل يطلع على راسو. انت شوف معايا هاد اللقطه. قال لي واش ما رحتوش الدري واحد الحاجه؟ قال لي راه نفس ديك السنه اللي عند ختنا راه هي اللي عند خونا يضحك على راسو ما مسوقش. بزاف منكم كان كيقول لي كيفاش ما نكون جدي في هضرتي، يعني نكون غير طلقه. راني كنفكر ندير شي فيديو على هذا الموضوع، ولكن ندي معاك هذه الفكره بعدا. شتي الا ما وصلتيش لهاد الدرجه ديال تبقى تطلع على راسو تكون الحوايج الخايبه اللي فيك، عارف باللي باقي ما غلبتي داك الايجو الخاوي ديال خاصني نبان واعر قدام الناس. والمشكله هي فين ما كيبغي يبان بنادم واعر كيزبر ليها العين وكيبان عيان. نعطيك مثال باش تفهم. كاملين دزنا عرفنا داك خونا اللي كيفهم في كل شيء وكيبغي يبان هو الواعر. صافي واحد الوقيته راه كيطلع عليك في راسك، حيتاش كتعرفوا راه غير كيمثل عليك ديك المثاليه الخاويه. وبالعكس داك خونا اللي كيقول لك واحد النهار كنت باغي نبان واعر، مشيت قصد واحد البنت زوينه ما بغاتش تهضر معايا، وانا نجبدها من يديها مع ديك الجبده نيت حتى هي كتجبدها معايا، ومع كان الشارع عامر ما نعاودش ليك. هنا غادي تضحك عليه، ولكن والله حتى غيكبر لك في عيني. هادشي بالضبط اللي تبقى دير ملي تكون مع البنت. عمرك تبين ليها باللي راك انت ناضي وما كاينش بحالك، واخا تكون بصح راك ناضي في داكشي اللي كدير، ولكن ما تخرجهاش من فمك. خلي الافعال ديالك هي اللي تدوي عليك. وثاني حاجه هي مثبت وعاطي القيمه لراسو، بحال هي اللي يحسن ليها الشرف انها كدوي معاه. طبيعه الحال ما غاديش تقولها لها نيشان، داكشي كتبينو ليها غير بلغه الجسد ديالو. حيت بزاف ملي كيوقف حدا شي بنت كينسى راسو، واللي قالتها ليه كيقول ليها واخا. بحال هو هنا كانت بغات تطبق عليه وتنوضو يشطح، ولكن يطلع سبع. غني والاخر يدير شطيحه. لا. انا نغني لك. لا انا كنعرف نغني. عفاك والله لا كنعرف نغني. نلعبوا على الزبح. واش نلعبوا على الزبح وانت من حتى الرجال كيشطحوا. وما كنلعبش انا. حتى انا ما واش غنشطحش. الضحك الله يهديك. بقى عض في هضرتو حتى صدقه هو اللي منوضها. نوضه عاود كات الفول. واللي تفرج في ذاك الفيديو غادي يفهم بالضبط شنو كنقول. ولكن فاش ما عجبنيش هي في هذه النقطه. نقدر نسلم عليك؟ ايه مرحبا. صافا صافي الحمد لله ميرسي. نقدر نجلس؟ صراحه صاحبتي جايه، دونك ما نقدرش نجلس. يمكن لك تجلس قبل ما تجي. ما عمرك تطلب الاذن من البنت، خصوصا الا كان اول لقاء بيناتكم. بانت ليك جالسه جلس حداها عاد هضر وقول ليها كنتمنى ما تكونيش كتسناي شي واحد كما قلت في واحد الفيديو. اما فاش كتعطي البنت الاختيار فكون متاكد بلا راه غادي ترفض. بلاص ما تقول لها واش نمشيو قول لها نوضي نمشيو. واش ممكن تعطيني نمرت؟ ها كيكتبي لي نمرت. ديما كنت هو القائد اللي كيامر ما كيطلبش. ما تخليش ليها الاختيار باش تقول لك لا. ولكن على العموم راه داكشي اللي دار راه ناضل. هذا دليل باللي راه خاطر وعارف شنو كيدير. وبالضبط كيتشاركوا فيها بزاف هو والياس. واخا في غالب الاوقات كيبانوا لك باللي راه غير طارقينها بحال شي هبال، لكن فاش كيبغيو يدويو في شي موضوع جدي كتفهم بالله راه عندهم ما يقولوا. وديك التبعله راه وصلوا ليها مورا بزاف ديال التجارب، يعني هما كيكونوا قاصدين يديروا بحال هكا. هذه هي اللي كتشكل الفرق بينهم وبين دوك لي ستريمرز الاخرين اللي كيبغيو يقلدوهم ولكن ما كيعرفوش. حيتاش ممكن تقلد الافعال ديال بنادم ولكن شخصيته راه ما يمكنش. داكشي علاش ملي كيبان لك شي واحد كيدير شي تصرفات غريبه كتجيك
عاديه، وعلى العكس واحد اخر كيدير نفس التصرفات ولكن كيجيب لك التقيه. بحال هذا المشجع فاش دار هذه الحركه جاتنا عاديه وتقبلناها حيت جات مع شخصيته. واحد اخر راه غادي يبغي يديرها ما غاديش تجي معاه. والصفه الاخرى اللي قلت لكم كيتشاركوا فيها كاملين هي متبعين الاهداف ديالهم. بحال بالنسبه ليه هو راه مشى يصور معاهم ديك الحلقه ما غرضوش يتعرف على شي بنت ديجا طالع ليه في راسو، ولكن الهدف ديالو الحقيقي هو يتعرف ويولي عنده جمهور. وهذا الشيء النيت اللي وقع من مورا هاد التفرقع ولا كلشي كيعرفوا. راه ما كنقصدش بلي داكشي اللي دار راه خايب، لا بل بالعكس ضرب عصفورين بحجر واحد، طيحها وفي نفس الوقت تعرف. ولكن ما تسمعنيش كنقول هاد الشيء وتمشي حتى انت تبقى تستغل في بنات عباد الله وتشوههم باش تطلع على ظهرهم وتبان واعر. لا السي محمد هنا راك غتولي ماشي راجل، حيت هو راه ما مبزش عليها باش تصور معاه ولا دار شي حاجه مورا ظهرها. راه اصلا فاش كتكون جاي كاع ما كتعرف شكون هي البنت اللي غادي تطلع معاك حتى كتلاقاو تما. يعني حتى هي راه جايه بخاطرها وعارفه شنو كيوقع تما، وكون بغات توقف داكشي راه غتوقفو. وهذا ما كان الدراري الا باقي ما درتيش شي جيم نزل ديرها دابا. ولا عندك شي سؤال كتبوا لي في لي كومونتير وعلاش لا ما يكونش هو الفيديو الجاي. وتهلاو.